بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن عملة 200 جنيه وجميع إصداراتها وإيه الغالي فيها وإيه اللي سعره رخيص فيها. ركز معايا. 200 جنيه طلع منها 3 إصدارات. 3 إصدارات. الإصدار الأول اللي هو الإصدار الكبير، 200 الكبيرة دي اللي هي بتاريخ 2007، سنة 2007. والمحافظ كان فاروق العقدة. ده أول إصدار من 200 جنيه. تاني إصدار اللي هو المحافظ هشام رامز. تالت إصدار اللي هو المحافظ طارق عامر. يبقى كده التلات إصدارات: المحافظ فاروق العقدة، هشام رامز، طارق عامر. دي أول إصدار من 200 جنيه اللي هي فاروق العقدة. شوف الحجم بتاعها بينها وبين بتاعت هشام رامز. ده الفرق أهو. هنا الفرق. الورقة كانت كبيرة والألوان بتاعتها زاهية. هنا الألوان أبهت شوية، هنا زيها برضه باهتة شوية. شوف ال200 الكبيرة اهي. دي ال200 الكبيرة، وده أول إصدار من ال200 جنيه. تاريخ الإصدار بتاعها 2007، سنة 2007 اهي. ده الإصدار الأول من ال200 جنيه. طبعا صدرت أول ورقة بتاريخ 3/4/2007. أول ورقة صدرت بتاريخ 3/4/2007. بعد كده الإصدار الثاني اللي هو هشام رامز، بعد كده طارق عامر. طيب أنهي ورقة سعرها غالي؟ ركز معايا. الورقة اللي بتنباع سعرها غالي اللي هي التاريخ بتاعها يكون 3/4/2007. 3/4/2007 ده أول إصدار. أهم شيء يكون فيها رقم مميز. الرقم يبقى مميز. يعني إيه رقم مميز؟ يعني رقم مميز زي أرقام التليفون المحمول كده. لو رقم مميز زي أرقام التليفون المحمول، الورقة دي تعمل من 1000 جنيه ل2000 جنيه. من 1000 جنيه ل2000 جنيه على حسب الحالة. أهم شيء تكون حالة الورقة جديدة زي دي كده، ويكون رقم مميز. يعني مثلا هنا إيه الرقم؟ هنا مثلا 60 77 621. لو الرقم ده مثلا كله صفار، وفي الآخر مثلا آخر رقم يبقى 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 لغاية 9، دي تعمل 2000 جنيه. دي تعمل 2000 جنيه. اهم شيء يكون الرقم اصفار زي الورقه اللي انا هوريها لك دي، زيها بالظبط. هوريك ورقه شبيهه لدي. ركز معايا. دي ورقه ب 100 جنيه، دي ورقه ب 100 جنيه، دي ورقه ب 100 جنيه. شايف الرقم هنا نون اهوت، وده رقم البريفكس. والورقه كلها ادي 0 2 3 4 5 6، والرقم السابع مكتوب 7. بأهم شيء في الورقه تكون اصفار زي دي كده، اصفار زي دي، واخر رقم بقى زي ما يطلع 1 2 3 4 لغايه 9. دي اسمها ورقة مميزة. ده اسمه رقم مميز. ده اسمه رقم مميز. هو ده الرقم المميز. شايف انت صفار كلها ايه، واخر رقم زي ما يكون بقى 7 8 9 1 زي ما يطلع. ده اسمه الرقم. هو ده الرقم المميز. هو ده الرقم المميز. الرقم المميز بيبقى كده. الورقة دي طبعا سعرها بيعدي بقى. دي سعرها كده. يبقى انا زي ما وريتك كده، الرقم يكون الست ارقام الاولانيين دول صفار، والرقم السابع زي ما يكون. دي بقى تعمل 2000 جنيه. واهم شيء تكون حالة الورقة عالية كده بالطريقة دي. تكون حالة الورقة ما اتلمستش، لسه طالعة من البنك. دي تعمل ال2000 جنيه اللي انا بقول لك عليهم. كذلك الحال في ورقة هشام رامز، دي برضو نفس النظام. لو الرقم زي ما انا وريته لك كده، اهم شيء يكون الرقم زي ما انا وريتك. طول ما الرقم كله صفار، الورقة سعرها بيعلى. طول ما الورقة كلها صفار، الرقم سعرها يعلى.
دي ورقة هشام رامز اهي. لو الرقم مثلا كله صفار كده زي ما انا وريتك، واخر رقم بقى يطلع زي ما يطلع، الورقة دي تعمل من 1000 جنيه ل2000 جنيه. واهم شيء تكون حالة الورقة انصر، يعني زي دي كده ما اتلمستش. دي طبعا انصر اهي ما اتلمستش، الورقة دي انصر. كذلك الحال برضو في ورقة طارق عامر، لو الرقم برضو صفار الورقة تعمل من 1000 جنيه ل2000 جنيه. أهم شيء تكون الورقة كلها صفار زي ما أنا قلت. في حاجة برضو تانية، دي مثلا الرقم يه 600، ده 600 ده رقم إحلال. يعني إيه إحلال؟ يعني ورقة طبع مكانها، يعني الورقة الأولانية اتقطعت أو اتحرقت أو فيها تلف أو أي حاجة، فعملوا واحدة مكانها بنفس الرقم، فبياخد بقى هنا رقم يه إحلال. الإحلال ده بيبقى رقم 100 200 300 لغاية 999، لغاية 999 ده الإحلال. يبدأ من 100 200 300 400 500 600 700 800 900 999، ده الرقم الإحلال. أي ورقة مكتوب عليها يه 100 يه 200 يه 300 دي سعرها بيعلى، سعر الإحلال بيبقى عالي. الورقة الإحلال بتزود على سعرها 100 جنيه مثلا أو 150 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. يعني مثلا دي طبعا حالتها تعبانة، فدي ال 200 جنيه اللي في ايدي دي تساوي 200 جنيه، 200 جنيه تساوي 200 جنيه. لو ورقة إحلال وفيها رقم بقى مميز تعمل سعر عالي زي ما أنا قلت لك. أهم شيء تكون حالة الورقة أنصر. دي طبعا إيه حالتها ما هيش أنصر، لأن ما يعني متنية والكلام ده كله، فدي مش أنصر فسعرها بينزل. لكن طول ما الرقم إحلال الورقة بتزيد على سعرها مثلا 100 جنيه 150 جنيه على حسب الورقة، حالة الورقة نفسها. الإحلال بيبقى الياه دي كده والرقم بقى إيه 100 200 300 لغاية 999، أرقام زوجي اللي هي 100 200 300 400 كده، ده اسمه الإحلال. وفي ناس بتبيع على موقع إيباي، هوريك ورقة إحلال وصاحبها عرضها دلوقتي. دي مثلا ورقة إحلالة مكتوب عليها يه 999 يه 999 والمحافظ هشام رامز، المحافظ هشام رامز، والورقة مكتوب عليها يه 999 ده إحلال. حاطط عليها كام بقى؟ هو هوريك سعرها، هو حط عليه كام، أو حاططها ب49 دولار و99 سنت، يعني 50 دولار. يعني مسعر الورقة دي ب50 دولار، ب50 دولار عشان هي إحلال أهي، والورقة انصر ما اتلمستش، يعني الورقه انصر اهي ما اتلمستش، فهو حاطط عليها سعرها 50 دولار اهو عشان الورقه ما اتلمستش واحلال زي ما انا قلت لك. هو عارضها ب50 دولار وهتنباع بال50 دولار. يعني اي ورقه معاك وتكون احلال دي سعرها بيبقى عالي. اهم شيء تكون الورقه حالتها انصر زي ما انا وريتك كده في الصوره، تكون الورقه انصر يعني زي دي كده ما اتلمستش طالعه من البنك، تكون الورقه انصر طالعه من البنك. ده كان فيديو النهارده عن ال200 جنيه واسعارها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.